السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برشلونة بطلا للدوري الإسباني لموسم 2022-2023. أول شيء وأهم شيء ألف مبروك لمشجعي برشلونة، ألف مبروك لهذول اللاعبين اللي هذا الموسم قدموا موسم يعتبر ممتاز نظرا للظروف اللي تحيط ببرشلونة، من خروج ميسي، من تغير الإدارة، من تغيرات كثيرة صارت على مستوى النادي اقتصاديا أهم شيء، لكن الفريق ظل متماسك شوي واستطاع أن يحقق لقب بظل هذا الصراع، بظل الضوضاء الموجودة، حتى مع تغيير مدرب تشافي اللي لسه ما عنده خبرة كثير أوروبية، خلينا نقول ما عنده خبرة مع هذول اللاعبين البرشلونيين اللي قدموا هذا السنة وهذا الموسم مستوى جيد خلاهم يكونوا هم أبطال اللقب عن جدارة واستحقاق. 4 أهداف مقابل هدفين على إسبانيول بالمباراة الحسم اليوم كانت على أرض إسبانيول. كان متوقع أن برشلونة يتعثر نظرا للظروف المحيطة، إسبانيول ملعب صعب دائما كان على برشلونة، إلا أن البرشلونية قدروا اليوم أن ينتصروا ب4 أهداف. كانت النتيجة بالبداية 4-0، مستوى جيد يعتبر بالنظر للظروف المحيطة بالمباراة، بالنظر للانقطاع شوي اللي عم ينقطع برشلونة عن البطولات الرسمية، نظرا لأنه عم يشوف الخصم تابعه وعم يقدم مستويات أخرى بدوري الأبطال. هذه الظروف خلت اللاعبين ممكن يكونوا اليوم بأجواء غير، إلا أنهم كانوا على الموعد وحققوا الانتصار اليوم وبدون شوشرة وبدون تعثرات، حسموا لقب الدوري من هاي الجولة قبل 3 جولات من نهاية الدوري. انتصار ولقب مهم جدا لمسيرة تشافي أولا، ثانيا لهذول اللاعبين اللي عم يقولوا إنه احنا قادرين ننافس، قادرين نعمل شيء مع هذا الفريق مع هاي التشكيلة. صحيح نحتاج أسماء لكن نحن قادرين على أن نعمل شيء، ومش أي لاعبين، نحن في كثير مواهب بهذا الفريق برزت هاي السنة، بدري وجافي. شفنا ديمبلي بداية الموسم قدم موسم ممتاز، إلا أن الإصابة أبعدته لما رجع، لسه ما بين رجعته هل هو راح يقدم هاي الجودة اللي قدمها بداية الموسم أو لا. لكن ديمبلي هو لاعب ممتاز جدا بنظري الشخصي، ولاعب لولا الإصابات كان شفنا بليفل آخر تماما. ليفاندوفسكي اللي عم يغيب واللي متذبذب واللي عنده، إلا أنه واحد من الناس، واحد من اللعيبة اللي استطاع يساعد برشلونة على أنه يحسم لقب الدوري هذا الموسم. صفقة ممتازة جدا كانت لصالح برشلونة بجيب ليفاندوفسكي. صح ما توفق برشلونة على مستوى دوري الأبطال، صح خرج من الدور الأول، إلا أنه لقب الدوري مهم جدا. والبناء اللي عم يشكله هاي الإدارة أنه نبني نحن على لاعبين مواهب غالبيتهم أو لاعبين يجوا بأسعار عادية، موسم بعد موسم نرجع لما منصات التتويج نرجع مرة أخرى ننافس على مستوى دوري الأبطال، تتحسن الظروف الاقتصادية، ولما تتحسن الظروف الاقتصادية للنادي أكيد راح يرجع بدون أي نقاش لمنصات التتويج الأوروبية حصرا، ولا الدوري ممكن يجيب برشلونة مثل ما حكينا بتشكيلة مثل هيك، مجرد أنه يكون خصمك مش بالمود، مش هذا الخصم الصعب مثل ريال مدريد المتذبذب هذا الموسم جدا على مستوى الدوري، ممكن يحصل برشلونة لقب الدوري. إلا أنه على مستوى دوري أبطال عندك فرق عملاقة، فرق ما ترحم، فرق كبيرة جدا، دوري أبطال صعب يحتاج لصفقات كبيرة، وهذا اللي يبحث عنه برشلونة، ما يبحث بسلسلته أو ما يبحث بأهدافه عن لقب الدوري. لقب الدوري عبر التاريخ كان يجيب برشلونة بأسوأ مواسمه، إلا أنه لقب دوري الأبطال والمنافسة على دوري الأبطال صعبة جدا، لذلك يحتاج برشلونة إلى صفقات. موسم تحضيري خلينا نقول للمواسم القادمة ممكن يساعد برشلونة على أنه يشكل وجهة نظر ويشكل بلان أو خطة يمشي فيها للموسم القادم والمواسم القادمة. نوصل هون إلى نهاية هذا الموسم من الدوري الإسباني، وعلى الأغلب راح يكون هذا آخر فيديو عن الدوري الإسباني لهذا الموسم. راح أركز شوي على دوري الأبطال بما أنه هو الماخذ التوب الإعلامي حاليا. الدوري الإسباني هذا الموسم واضح أنه محسوم من الشهر 12 والشهر الأول، واضح أنه محسوم لبرشلونة. ما كان في حدا يتخيل أنه برشلونة ممكن يتعثر كل هذه التعثرات بظل تعثرات ريال مدريد أصلا يعني. واللي حسن برأيي يعني لقب الدوري هذا الموسم هو مباراة الكلاسيكو الثانية اللي كانت ممكن تخلص الفارق ل6 نقاط، وبعدها ممكن نشوف تعثرات أخرى لبرشلونة، إلا أنه ما كان هذا الشيء، وانتصر برشلونة مباراة الدوري وحسم اللقب. ألف مبروك مرة أخرى لمشجعي برشلونة، وألف مبروك مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة وعاشرة، لأنه فعلا كان لقب مهم جدا لبرشلونة، ولو ما أخذ اللقب هذا الموسم برشلونة أو لقب بهذا المستوى كان ممكن نشوف صعوبات الموسم القادم حتى على المستوى الاقتصادي، المستوى المعنوي أهم من كل هذا. شكرا على حسن متابعتكم، إذا وصلت لهون لا تنسانا من الاشتراك والدعم. نلتقي على مستوى الدوري الإسباني بموسم جديد بالموسم القادم، إلى اللقاء.